لو انت مصمم جرافيك وبتعمل مشروعات 3D، لو انت مصمم معماري وبتعمل محاكاة معقدة لاكبر المدن، او حتى مونتير فيديوهات 8K و 4K، بتشتغل على بلندر او اوتوكاد او بريمير او افتر افكت، كلنا عارفين اكيد ان مفيش حد فينا بيحب الانتظار، والوقت في الشغل مهم جدا. ولو معاك جهاز معطلك في اقوى البرامج الهندسية وعايز جهاز يفتح معاك في اقوى واحدث البرامج التقيلة من غير ما يعمل لاج، انا النهارده جبت لك الحل اللي هيفرق معاك جدا، هيوفر لك وقت ومجهود ويخليك تسلم الشغل قبل ميعاد. ومش بس كده، ده انت كمان هتكسب ثقة العميل فيك وتتفوق كمان على منافسينك. فاستعدوا عشان العرض ده هيغير لك طريقة شغلك للأبد. انا ايمن عزب ودي قناة AI Store Computer Service. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لو أول مرة تشوفنا فاحنا بنقدم أقوى محتوى عن بيع الأجهزة الاستيراد، وبنساعد العميل في إنه يختار الجهاز الأنسب لكل احتياجاته. ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل العروض الجديدة. وبنفكر الناس إن كل الناس اللي هتشتري مننا في خلال شهر فبراير هنعمل بث مباشر في أول شهر مارس، وهنختار 3 عملاء من الناس اللي اشترت مننا في خلال شهر فبراير وهنديهم هدايا قيمه جدا جدا بامر الله. والنهارده مش عامل لك عروض وبس، ده انا جايب لك السلاح السري للمبدعين والمحترفين، حاجه يعني ما شاء الله انت بتفتح عربيه هامر. وزي ما دايما بنقول في الفيديوهات والعروض بتاعتنا ان حضرتك اول واحد يستخدم الاجهزه في مصر. الجهاز ما شاء الله ما فيهوش خربوش واحد بس، ومش بس كده، ده الجهاز كمان جاي بالكيس بتاعه، يعني حضرتك الجهاز ببرشام بلده لسه ما تفكش من عليه. ومش بس كده، ده عرض للتاريخ لاقوى ماذر بورد ورك ستيشن موجوده في مصر وقهوتك الجميله. وتعالى نشوف اول عرض معانا النهارده، وهو على جهاز HP Z840 تاور ورك ستيشن. والجهاز ده دول بروسيسور، عليه بروسيسور 2680 V4 في 2. البروسيسور الواحد منهم بيكون 2.4 جيجا هرتز، 3.3 جيجا هرتز، 35 ميجا كاش، 14 كور و28 ثريد. هنضرب الارقام دي في 2، يعني بدل ال 14 كور هو 28 كور، بدل ال 28 ثريد 56 ثريد، بدل ال 35 ميجا كاش 70 ميجا كاش. كل الارقام دي بتتضرب في 2، يعني حرفيا يشغل معاك كل حاجه بسهوله جدا جدا جدا. وزي ما اتعودنا مع بعض نشوف حاله الجهاز داخليا وخارجيا ونوصف المخارج بتاعته، ولكن مش هينفع ان احنا نعرض الجهاز هنا لان الجهاز تفاصيله كتير جدا. هنحطه على المكتب وكوبايتك الجميله كده بتاعت القهوه وركز معانا في الفيديو ده. بس وانت جاي تشتري الجهاز ده ما تجيش لوحدك عشان الجهاز تقيل جدا، لازم تجيب حد يشيله معاك. احنا واخدين ان احنا نشيله لان ده شغلنا. هات حد يشتري معاك الجهاز ده، ما تشيلوش لوحدك. دلوقتي نوصف الجهاز ال 840 للناس اللي هتيجي تشتريه او الناس اللي هتاخده شحن. دي اول حاجه عندنا عشان تعمل مسار للتهويه جوه الجهاز. دي قطعه ايه بتيجي مع الجهاز، هنركنها على جنب. بيجي معانا بقى القطعه الفان بتاعه التبريد بتاعه الرام وبتاعه الجهاز داخليا، بتترفع كده يا باشا. مرسيدس مش مرسيدس، احنا قلنا ان ده هامر، ده الجهاز الهامر بتاعنا. بص بقى انا عايزك تركز في التفاصيل جدا وتشوف لي في عندك كام فانه هنا. ادي فانه 2 3 4 5 6، كل الفانات دي هتلاقيها شغاله بتبرد بس في الجهاز داخليا. نوصل بقى لمرحله الجهاز داخليا. حضرتك الجهاز داخليا حرفيا اول واحد يشتريه في مصر اهو. حالة الأجهزة ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجة محترمة جدا جدا جدا. عندنا طبعا 4 ركات هنا نقدر نزود فيهم هاردات، وبالفعل الأجهزة بتنزل بالهاردات اللي احنا قلنا عليها في العرض، هاردين 500 وهارد SSD 512. عندنا 2 هيت سينك هنا، كل واحد فيهم عليه بروسيسور. عندنا 16 بنك رام، 4 و4 و4 و4، 16 بنك رام يشيلوا معانا رامات لغايه 512 جيجا رام. لو هتركب كل قطعه 32 جيجا رام، يعني لو هنركب 16 جيجا رام في كل بنك واحد يعني هتشيل معانا 256 جيجا رام. هتركب قطعه واحده 32 في ال 16 يعني هتشيل معاك 512 جيجا رام. احنا بنتكلم على تفاصيل مهوله. عندنا 3 PCI اكسبريس، يعني نقدر ان احنا نزود فيه 3 كروت في نفس الوقت. عندنا 6 ساتا هنا وعندنا 8 ساتا هنا، باجمالي 14 ساتا يقدر يدعمهم معانا الجهاز، مفيش اي مشكله. عندنا 2 فان هنا بيطلعوا الهواء السخن اللي بيطلع من الجهاز او من الفان اللي احنا وريناه لحضراتكم هيطلع من هنا. عندنا 2 فان برضو في الجزئيه ديت هيطلعوا التبريد بتاع البروسيسور او الهواء السخن اللي بيطلع من الناحيه اللي ورا. طبعا الجهاز الباور سبلاي بتاعه 1125 واط
زي ما حضراتكم شايفين 1125 واط. وبص بقى الحركه بتاعت الباور سبلاي دي، العربيه الهامر زي ما احنا قلنا بيتفتح كده وبيترفع. ده يا جماعه سلاح مش باور سبلاي، ده سلاح. كل ده الباور سبلاي بتاع الجهاز. طبعا بيبقى فيه 2 فان هنا برضو لاجل التبريد. يعني ما شاء الله حاجه محترمه جدا جدا جدا، وامكانيات اول مره نعرضها على القناه لاجل المتابعين بتوعنا وعيون المتابعين بتوعنا. طبعا الباور سبلاي عندنا في 3 6 بن. لو عايزين نزود الباور بتاع كروت الشاشه عندنا 3 6 بن، ودي قدره رهيبه جدا في الباور سبلاي ما شاء الله. نشوف مخارج الجهاز من ورا. طبعا بيكون عندنا كارت السيريال اللي هو بتاع تحديث الريسيفر، وعندنا البي اس 2 ومداخل الصوت، وطبعا بيكون في 2 يو اس بي 2 هنا و4 يو اس بي 3 و2 بورت لان نقدر نشتغل بيهم ايثرنت مفيش اي مشكله. نشوف الجهاز من قدام. طبعا الجهاز من قدام دي حالته زد 840 تاور ورك ستيشن ما شاء الله، حاله محترمه جدا جدا جدا. بيبقى عندنا هنا زرار الباور طبعا، و4 يو اس بي 3 ومدخل السماعات. طبعا الجهاز جاي بكيسه، وزي ما حضراتكم شفتوا تفاصيل الجهاز كتير جدا ازاي، وقد ايه الخواجه مهتم جدا 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 بانه يطلع اعلى ماتيريال واعلى حاجه حضراتكم ممكن تستخدموها. ونقول المواصفات من تاني عشان الناس ما تتلخبطش. هو جهاز اتش بي زد 840 تاور ورك ستيشن، دول بروسيسور، عليه بروسيسور اي 5 2680 في 4 في 2، عليه رامات 32 جيجا دي دي ار 4 قابله للزياده، عليه هارد اس اس دي 512، عليه هاردين 500 اتش دي دي، وعليه كارت فيجا 1 جيجا دي دي ار 5، وعليه باور سبلاي فعلي 1125، وفقط وحصري لعملاء شركه اي اي ب 22000 جنيه حتى نفاذ الكميه. ولو وصلت لغايه هنا في الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل العروض الجديده. ونروح للعرض الثاني بتاع السلاح السري، ولكن هو اقوى شويه، لا مش شويه هو شويتين. هو جهاز اتش بي زد 840 تاور ورك ستيشن، دول بروسيسور، عليه بروسيسور اي 5 2697 في 4. التردد بتاعه بيكون 2 و3 جيجا هرتز، وبيعلى الماكس تيربو بتاعه لغايه 3 و6 جيجا هرتز. بيكون 18 كور في البروسيسور الواحد، بيكون 36 ثريد في البروسيسور الواحد، بيكون 45 ميجا كاش في البروسيسور الواحد. يعني البروسيسور ده اجمالي هيكون معانا 36 كور، 72 ثريد، 90 ميجا كاش، يشغل اتخن واعلى واحدث وكل حاجه البرامج الهندسيه كده اهو. يعني ما شاء الله حاجه محترمه جدا 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 جدا. والبروسيسور ده حاولنا ان احنا نطور في الامكانيات اللي بنعرضها على القناه بحيث ان احنا نجيب لك افضل واقوى حاجه ممكن تشغل معاك البرامج الهندسيه. والجهاز ده بيكون من افضل واقوى واعلى الاجهزه الورك ستيشن في سوق الاجهزه الاستيراد عموما. وزي ما اتعودنا نعيد المواصفات من تاني عشان الناس ما تتلخبطش. هو جهاز اتش بي زد 840 تاور ورك ستيشن، دول بروسيسور، عليه دول بروسيسور 2697 في 4 في 2، عليه رامات 32 جيجا دي دي ار 4، وهارد اتش دي دي 500 في 2، وهارد اس اس دي 512، وكارت فيجا 1 جيجا دي دي ار 5، وباور سبلاي 1125 واط. والجهاز ده فقط وحصري لعملاء شركه اي اي ب 27000 جنيه حتى نفاذ الكميه، ومتاح تعديل الامكانيات حسب رغبه حضراتكم مفيش اي مشكله. احنا ضمننا 3 شهور استبدال من تاريخ الشراء، وحتى لو واجهتك مشكله حتى بعد ما ضمانك يخلص احنا بنساعدك في حلها. ولكل اخواتنا وحبايبنا اللي بنتشرف ان احنا نشحن لهم في كل المحافظات، حضرتك هتحول لنا 500 جنيه جديه شراء على الارقام اللي موجوده على الشاشه دلوقتي، وهتدينا الاسم والعنوان ورقمين تليفون، وبيجي دورنا هنا وبناخد البيانات من حضرتك وبنجهز لك الجهاز زي ما اتفقنا بالمواصفات، وبنبعت لك الفيديو بتاعه، ووقت ما بتدينا التمام بنشحنه مع مندوب شركه الشحن، وعند الاستلام حضرتك بتدفع باقي الثمن لمندوب شركه الشحن. ولكل اخواتنا وحبايبنا اللي عايزين ينورونا في الفرع، احنا عنواننا في القاهره الزيتون، شارع ترعه الجبل، امام مسجد الظواهري، بجوار فتح الله جمله ماركت. ولغايه هنا لو وصلت لغايه هنا في اخر الفيديو فانت من حبايبنا. عايز تعرف بقى ايه العروض اللي جايه؟ تعالى معايا كده وبص. ده ايه اللي مصر كلها بتدور عليه؟ اتش بي زد 440 تاور ورك ستيشن، والكميه مش كتير. طب عايز اول ان 1؟ تعالى معايا، تعالى كمان جايب لك اول ان 1 وتاتش سكرين اي 5 جيل رابع، وجايب لك كمان اول ان 1 اي 5 جيل سادس تاتش سكرين. واللابات كفايه ان انا اوري لك بس حرف الزد ده، وده من افضل واقوى اللابات الورك ستيشن اللي نزلت في مصر
وانتظروا مزيد من العروض اللي تليق بحضراتكم بأمر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. AI Store Computer Service.